خفيف ظريف. في هذا الفيديو هذا عندي خبيرة جديدة للمحاسبين وصحاب الشركات والناس اللي عندهم محاسبة في ميدان العمل ديالهم. في الاول ديال الفيديو غادي نتكلموا على الالزاميه الضريبيه الجديده اللي غادي تفرضها دار الضريبه، وفي الاخر ديال الفيديو غادي نتكلموا على مدى تاثير هذه الالزاميه على المحاسبين والشركات. فما تنساوش تابوناو في القناه باش تدعمونا ويوصلكم كل جديد في ميدان المحاسبه، لوديت، كونترول جيستيون ولي فورماسيون اكسل. فهادو هما مجالات الاختصاص ديالنا. نبداو على بركه الله. واش فراسك الكونطابيليتي والكونترول على الشركات ابتداء من 2024 غادي تزير مزيان؟ فكما نشرت جريدة ليكونوميست في العدد ديال 6364 ديال نهار 3 في وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب أول طرد نظام التصريح الضريبي والمحاسباتي 100% إلكترونيك. فابتداء من 2024 غادي تولي واحد الإلزامية جديدة، وهي الفاتورات الإلكترونية، بحيث غادي يولي مفروض على الشركات باش يسكانيو أو يمتلكوا فاتورات على شكل فورما إلكترونيك. هادشي اللي غادي يسهل على المديرية للضرائب باش تقوي المراقبة ديال هاد الشركات وتدخل الذكاء الاصطناعي والتقدم المعلوماتي للمراقبة ديال الكونطابيليتي الشركات. هذا النظام الإلكتروني أو ما يسمى بالديجيتاليزاسيون اللي الدولة خدامة عليه من 2007 داخل في سياسة الالتزام الدولي للحد من التهرب الضريبي وتأطير متابعة جميع التعاملات المالية لحد من تبييض الأموال. فمن 2007 ل 2022 الدولة تمكنت من تحويل 72% من التصريحات الضريبية الورقية لتصريحات إلكترونية. فرقم المعاملات الإلكترونية على موقع المديرية للضرائب ارتفع 7 المرات من 2016 ل 2021، بحيث عرفت ارتفاع رقم المعاملات من 2.65 مليون في 2016 إلى 18.82 مليون في 2021. هادشي زيادة على أنه كيعاون الدولة باش تركز على المراقبة الضريبية للشركات وتدخل فلوس، فراه كيبقى إلزاميا مفروضة من البنك الدولي باش تكون مراقبة صارمة على تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هادشي كله مزيان، كتكون واحد العدالة اجتماعية وواحد تصريح ضريبي شفاف. غير هو كتجي مسكين غير في الشركات الصغار اللي كيتقاتلوا مع الوقت والدولة متقلاهم بالضرائب، وكتجي في الكونطاب اللي خاصو يتجهز معدات الكترونيه ولوجيسيالات اللي تقد تواكب هذا التطور وهذا الديجيتاليزاسيون. اما الشركات الكبار فراهم تيعرفوا واش تيديروا وعندهم الامكانيات باش يقدروا يشريوا لوجيسيالات بالفلوس الصحيحه ويقدروا يديروا ما بغاو. السؤال اللي كيبقى مطروح هو واش الشركات ومكاتب المحاسبه غيقدروا يواكبوا هذا التحول الالكتروني؟ فاللي قال فاتوره الكترونيه فراه قال خدمه زايده، واللي قال خدمه زايده قال اتعاب المحاسب زايده، اللي هو بالدور ديالو غادي يفاكتورها على المواطن اللي عنده شركه يلاه باديه وعلى قد الحال. ما تنساوش الاشتراك في القناه باش تعلمونا نوصلكم كل جديد.